احنا بنعيش في لحظات تاريخية قبل مجيء نهاية العالم، لان الحرب بين ايران واسرائيل هتتوسع. اسرائيل هتحتل اغلبية الدول العربية، وايران هتحتل اغلبية الدول الخليجية. واللي بيحصل ده هو بداية حرب هرمجدون اللي مكتوبة في كتاب النبي دانيال من 2600 سنة. النبي دانيال ده نبي يهودي، نبي يهودي. الله وراه نهايات العالم، فكتب الكلام في سفر مكون من 12 صفحة. من 12 صفحة مكتوب بالنص في كتاب النبي دانيال ان العالم هيتقسم نصين، نص اسمه ملك الشمال ونص اسمه ملك الجنوب. ملك الشمال وملك الجنوب ده، ملك الشمال هو حلف شمال الاطلسي، الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي، ده قسم ملك الشمال. ملك الجنوب ده روسيا والصين اللي هم جوج ومأجوج. واول من لفظ كلمة جوج ومأجوج دي هو النبي حسقيال من 2600 سنة ايضا. فاول خبر بقوله لك ان روسيا والصين دول جوج ومأجوج اللي هيجوا على الشرق الاوسط على طول نهر الفرات، اعدادهم ملايين الملايين. هتقابلهم الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوروبي. هيعملوها الصغار في البداية اللي هم اسرائيل وايران، هيشتبكوا مع بعض وهيقعوا فيها الكبار اللي هم الاربع ممالك العظمى، امريكا والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين. التحالفين دول هيحتلوا أغلبية الدول العربية والدول الخليجية، وهينهبوا كنوز أرض السعودية وأرض الخليج والكويت، والأردن هتسقط وسوريا هتسقط وسينا هتسقط وكل البلاد دي هتسقط حسب الموجود في النبوة مكتوب بالنص. بص يا سيدي في الصفحة رقم 11 وراجع ورايا. ففي وقت النهاية يحاربه ملك الجنوب فيثور عليه ملك الشمال بمركبات وفرسان وسفن كثيرة ويدخل الأراضي ويجرف ويطمو. احنا قلنا ملك الشمال وملك الجنوب التحالفين، يدخل الأراضي ويجرف ويطمو. ويدخل إلى الأراضي البهية فيعصر كثيرون وهؤلاء يفلتون من يده أدوم ومؤاب رؤساء بني عمون. عمان هي اللي هتفلت في الشرق الأوسط من الحرب هرمجدون الكبيرة حسب النبوة دي. تكملة النبوة بيقول لك وأرض مصر لا تنجو، ويمد يده على الأراضي وأرض مصر لا تنجو، وأرض مصر لا تنجو. ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر واللوبيين اللي هم الليبيين والكوشيين السودانيين عند خطواته. هتلاقي ليبيا دلوقتي فيها مشاكل والسودان دلوقتي فيها مشاكل حسب النبوة دي، لان ده مخطط نهاية العالم مكتوب في كتاب النبي دانيال. والنبي دانيال ده معترف بيه في الديانات الثلاثة، ده نبي عظيم جدا. هو كان بيشوف علوم النهايات اخر 7 سنين في الارض. فبيقول لك ويتسلط على كنوز الذهب والفضة وكل نفائس مصر واللوبيين والكوشيين عند خطواته. تفزعوا اخبار من الشرق، الشرق دي الصين، حلف شمال اطلسي امريكا والاتحاد الاوروبي هتفزعوا اخبار من الشرق اللي هي الصين، ومن الشمال، الشمال ده اللي هو روسيا. فالحلف ده الولايات المتحدة الأمريكية ملك الشمال هيحارب روسيا والصين على أرض الشرق الأوسط، فيخرج بغضب عظيم اللي هو حلف شمال الأطلسي. فيخرج بغضب عظيم ليخرب وليحرم كثيرين وينصب فسطاته بين البحور، يعني ينشر حاملات الطائرات بين البحور وجبل بهاء القدس ويبلغ نهاية ولا معين. في ذلك الوقت يكون زمان ضيق لم يحدث مثله منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وكثيرون من راكدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء إلى العار الإصدراء الأبدي يوم القيامة، قيامة الأموات. في الوقت ده الله هينزل في الحرب العالمية الثالثة في الشرق الأوسط عند جبل الزيتون، وهيلم كل المؤمنين بيه ويديهم الملك على كل الأرض، وهيضرب الأربع ممالك المتصارعين في الشرق الأوسط وهيزلهم، وهتبدأ ملكوت السماوات، الملكوت السابع اللي هيدوم للأبد، وهيدي لكل المؤمنين بيه كل جبال الذهب وهيديهم كل ملكه. شوف الله هيعمل معاهم ايه، انه هينزل في هذه الحرب وكل العيون هتشوفه. الامريكان هيشوفوه، الصينيين هيشوفوه، الامريكان اللي فيهم روح الشذوذ هيشوفوه، والصينيين اللي فيهم روح الالحاد هيشوفوه، والعرب اللي فيهم روح النبي الكذاب او التدين الكاذب هيشوفوه. وهيسقط هذا المحور الثلاثي وهيضرب الشيطان وهينزله في الجحيم. الوقت قريب، احنا في الايام الاخيره. الكلام ده شفته في رؤية من السماء وجاي اخبرك بيها وبدللك من الكتب المقدسة وبفسر لك قسم كتاب النبي دانيال. راجع ورايا الكتاب ده، الوقت قريب. خش فلك نوح الثاني قبل مجيء نهاية الايام. فلك نوح الثاني هو ابن الانسان، دور عليه في الديانات الثلاثة. لقب كوكب الصبح المنير، المرسل من الله، رسول الله الاعظم، ابن الله الحي. اسمه يسوع المسيح. ان امنت بيه تنول الحياة الابدية، اما ان رفضته لن تنول الحياة الابدية. الوقت قريب، استعدوا للقاء الهكم.